متابعينا الغاليين، تعالوا النهاردة نعمل 4 وصفات من اللحوم وكلهم مختلفين عن بعض علشان فطار رمضان، ولازم نغير ولازم يكون في اختلاف. وأول الوصفات معانا طاجن بقى ايه، خضار باللحمة بس على مزاجكم. حاجة كده عظمة، جميل جدا جدا وبيخلص في 10 دقايق بس، مش هياخد معاكم أي وقت خالص في الفطار. يعني لو وقفتوا كده في المطبخ قبلها بنص ساعة ربع ساعة هتخلصوا كل حاجة. تعالوا نبتدي ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا ميه على النار بتغلي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي يا جماعه الميه اللي انا هسلق فيها اللحمه. معايا بوكيه جرنيل. بوكيه جرنيل ده عباره عن ايه؟ معايا طماطمايه، معايا بصلتين متقطعين كده ترانشيت زي ما حضراتكم شايفين او متقطعين 4 ارباع يعني. معايا جزرايه. عندك بقى عايزه تحطي كرفسه، عايزه تحطي اي منكهات تانية براحتك. انا نزلت بكميه اللحمه اللي انا هسلقها، بس اللحمه دي يا جماعه عندي متجمده في الفريزر. انا بشطفها بميه كده طبيعي جدا، وبعد كده ايه بحطها في الميه، ومعاها كمان شويه دهون كده وشويه يعني ايه عظم من بتاع اللحوم. خلاص نزلت عليها بملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده، وهسيبها تغلي على النار، ويعني نقعد كده ربع ساعه ولا حاجه ونجيب الخضار بتاعنا الجاهز. انا معايا بطاطسيتين، كل الخضار اللي قدامكم ده انا غسلته وقطعته. معايا بطاطسيتين، معايا 3 كوسات، معايا 4 بصلات بس في منهم 2 قوارمة صغيرين، والاتنين الكبار انا قطعتهم، ومعايا 4 فصوص من الثوم، ومعايا قرنين من الفلفل الاخضر. طيب البطاطس هنقطعها ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين التقطيعة دي بصراحة بيبقى شكلها حلو جدا جدا في الخضار. يعني لو عندكم عزومة وعايزين تعملوا الطواجن الجميلة دي، بدل مثلا ما تعملوا طاجن كبير ولا حاجة، تعملوا منه 3 أو 4 طواجن على السفرة، يبقى مثلا حاجات كتيرة كده على السفرة وتوهم الناس ان انت عاملة حاجات كتيرة جدا على السفرة. يعني بصوا اختيار ممتاز خصوصا للناس اللي ما بتاكلش محاشي، ما بتاكلش الحاجات التقيلة. طاجن الخضار ده جميل جدا جدا، وجربوه يا جماعة، سهل وسريع ومش هياخد معاكم اي وقت. واحسن حاجة ان انت مش هتقفي على البوتاجاز وتتعبي نفسك، لا كل حاجة في الطاجن بس في تكنيك علشان يطلع الطاجن ده حلو كده وطعمه حلو زي ما بناكله كده في المطاعم. لازم نعمل فيه تكنيك ولازم نضيف عليه شوية تتبيلات مختلفة. وطبعا بالنسبة لي يا جماعة أهم حاجة ما نحطش تتبيلات كتيرة، أو يعني يكون طعمها طاغي على الطاجن أو على اللحمة اللي احنا هنعملها. تمام. انا قطعت كده البطاطس كروكيت زي ما حضراتكم شايفين، شكلها حلو جدا جدا في الاكل يا جماعة. اي نعم هي بتاخد وقت في التقطيع وكل حاجة، بس حقيقي لما بتيجي تقدميها لحد مثلا في رمضان عندك عزومة او حتى لبيتك لنفسك، بيبقى شكلها حلو يفتح النفس عن الاكل. هقطع كمان الكوسة زي ما حضراتكم شايفين، بس الكوسة علشان هي صغيرة فانا هقطعها كده بالقطاعة طرنشات يا جماعة، يعني مش هقطعها بالطول زي البطاطس ولا حاجة. خلاص خليكم معايا بقى، ولو انتم مش اشتركتوش في القناة بتمنى منكم بقى تشتركوا في القناة، وانتم معديين كده اعملوا لي لايك وقولوا لي رأيكم في الفيديو ايه النهاردة. خلاص هنعمل النهاردة 4 انواع لحوم يا جماعة، وما تفتكروش ان كل واحد من الوصفات دي بنوع لحمة واحد، لا انا هقدم لكم النهاردة 4 وصفات مختلفين. وكمان يا جماعة الوصفات كلها اقتصادية، يعني كمية اللحوم على حسب بقى عدد الأسرة، وعلى حسب بقى لو انت عندك عزومة، لو انت مثلا حد معاكي كده. طيب البسلة والجزر دول احنا مفرزينهم مع بعض يا جماعة، شايفين كل حاجة بتنفع. غسلتهم كويس جدا وصفتهم، وزي ما حضراتكم شايفين انا عندي فرمت كده نص كيلو من الطماطم في الخلاط لوحدها كده مع نفسها. معايا طاسة على النار وهحط عليها بقى ايه معلقة من السمنة ومعلقة كمان من الزيت. انا مش هكتر من الدهون يا جماعة علشان الشوربة عندي هتكون دسمة شوية. خلاص لما تكون بقى الشوربة مش دسمة معاكم، زودوا السمنة وزودوا الزيت زي ما انتوا عايزين، وده كله برضو يرجع لكم. هننزل بالبصل والثوم اللي احنا قطعناهم. على فكرة الثوم انا مش فرماه يا جماعة، انا مقطعاه كده شرايح صغيرة بالسكينة. خلاص ومعاهم كمان البصلتين القوارمة دول، على فكرة بيدوا سكارة للطاجن مش طبيعي. يعني عايزة اي طاجن في الفرن يبقى طعمه كده مسكر وحلو وطعمه جوسي، كتروا البصل. البصل يا جماعة ده سحر 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 في الطواجن.
طبعا اكيد كلنا بنحب طاجن اللحمه بالبصل في الفرن، وده ليه يا جماعه علشان طعمه بيبقى مختلف وبدون اي اضافات، ملح وفلفل اسود بس انتوا عارفين طبعا ان الفلفل الاسود عندي انا بضيف عليه جميع انواع البهارات. ودايما يا جماعه اقول لكم جربوا الفلفل الاسود اللي انا بطحنه في البيت بالبهارات بتاعته، وانا كاتباه كل حاجه عندي في القناه، كاتباه وكمان مصوراه فيديو. هننزل بقى بتتبيلة ايه، ملح فلفل اسود نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة، مش اكتر ولا اقل. وبعد كده هننزل بالفلفل اللي احنا قطعناه، وبعد كده بالبسلة ننزل بقى واحدة واحدة. هو ده التكنيك اللي انا بقول لكم عليه علشان الطاجن يطلع معاكم مظبوط ويطلع معاكم مستوي كويس جدا ويطلع كده مزبد، يبقى عامل زي الزبدة بالظبط. انتوا بتاكلوا خضار غير الطعم اللي انتوا بتاكلوه كله مرة واحدة، يعني بتطلعي اللحمة كده من الشوربة، تضيفيه عليها كل حاجة هوبا في الطاجن على البوتاجاز على طول او على الفرن على طول. لا يا جماعة، انا دايما اقول اللي بيقف على الاكل او على الطبيخ بتاعه دايما حاجته بتبقى حلوة، طعمها حلو، طعمها مسكر، طعمها بيبقى مختلف. تمام. فهو ده التكنيك اللي انا بقول لكم عليه. نزلنا بعد كده بقى ايه بالبسله والجزر، قلبناهم كده شوحناهم تشويحه، وبعد كده نزلنا بباقي الخضار، البطاطس بقى والكوسه، اي حاجه عندك عايزه تضيفيها او اي حاجه عايزة تشيليها من الخضار انت وراحتك. وهنا يا جماعة أنا قصدي في التشويحة بتاعة الخضار على النار مع البصل والثوم، مش قصدي إن أنا قلبت كل حاجة على بعضها وهفضل أقلب فيها، لأ. التكنيك بتاع التشويحة دي لازم تسمعي صوت الخرفشة بتاعة التشويحة، يعني كل الخضار يبقى ناشف ما ينزلش ميته. وكمان احنا لازم نشوح الخضار كله على نار عالية مش على نار هادية، علشان خاطر المية بتاعة الخضار ما تنزلش فيه ويبقى كده كأننا ما عملناش أي حاجة خالص. انا عايزه الخضار بتاعنا يدبل شويه كده، مش يدبل قوي، لا يا دوب ياخد لون مش اكتر. كانك بتشوحي بصل مثلا ولقيت البصلايه بدات تدبل معاكي، هو ده القصد من الموضوع ده كله يا جماعه، مش اكتر ولا اقل. انا عايزه الخضار ياخد صدمه ويبقى من جوه طري، بحيث لما يدخل الفرن ويطلع يبقى كله ناعم، لما بتيجوا تاكلوه كده تحسوا ان هو زبده، حاجه حلوه، مش حاجه حيلا بناكل خضار وكل حاجه بطعمها وخلاص. لا، احنا عايزين الحاجة ناكلها، خصوصا لما نكون في رمضان ونكون صايمين، طبعا كل سنة وانتم طيبين. نحب جدا ان احنا ناكل الحاجة بمزاج. هنرش رشة فلفل احمر او بابريكا زي ما انتوا بتقولوا طبعا يا جماعة، رشة صغيرة رشة كبيرة، بس البابريكا اللي عندي يا جماعة متوسطة الحرارة، مش حارة خالص. حابين تضيفوا هريسة شطة حارة براحتكم على حسب مين اللي هياكل، في ناس ما بتحبش الحاجة الحارة. تمام. هنقلب كل المكونات الجميلة دي كلها مع بعضها. تمام. واول كده لما نلاقي الفلفل الاحمر ادى لون مع مع الخضار، وعلى فكرة كمان بيبقى طعمه جميل جدا جدا. خلاص يا جماعة، هننزل بقى بكل كمية الطماطم اللي احنا فرمينها مع بعض، وهنقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وانا مش هغطي ابدا على الخضار، ليه؟ علشان لسه في مراحل تانية هنعملها في الطاجن. الطاجن يا جماعة لازم نهتم بيه. اول كده لما الطماطم تنشف معانا، واول لما الخضار بتاعنا ينشف معانا، هنجيب الطاجن بتاعنا. طيب هتقولي لي يا هالة الطاجن ده لونه اسود؟ يا جماعة الطاجن ده انا يعني حرقاه بالعسل والسمنة البلدي علشان خاطر المسام بتاعته تتقفل. هو بيجي لي كده طاجن مش عليه طبق اللميع او الجليز اللي بتبقى موجودة دي، وده الطاجن ده اللي صالح للافران اللي بيبقى درجة حرارتها عالية، او بيبقى صالح للاكل بالعربي يعني. خلاص. هنجيب بقى كمية الخضار اللي عندنا، وهنجيب الطاجن بتاعنا الجميل زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل كده رصة من الخضار ورصة من اللحمة على حسب بقى نوع اللحمة اللي عندك. عايزة تضيفي مثلا لحمة شرايح، خلاص. ناس كتيرة جدا بتقولي هل انت بتستخدمي اللحمة بتبقى شكلها حلو في الفيديوهات؟ طيب يا جماعة انا بستخدم دايما بستخدم اللحمة من السن، او عموما لو قلت لاي جزار انا عايزه لحمه تكون ملبسه هجيب لك من السن. تمام يا جماعه، او عرق الفليتو زي ما انتوا عايزين بقى، او من الموزه اللي يريحكم يا جماعه. خلاص. هننزل كده بباقي الخضار، وبعد كده بقى باقي اللحمه. واي حاجه بقى عايزه تضيفيها ممكن تستبدلي اللحمه بالفراخ، ما فيهاش اي مشكله، بتطلع برضو جميله جدا جدا. عايزين نضيف عليها بقى الشوربه بتاعتنا. انا قلت لك قبل كده لو الشوربه سمينه شويه تمام مفيش مشكلة، نقلل نسبة الدهون. لو مش سمينة خلاص يعني هنكتر في الدهون شوية، اللي هي ايه، السمنة والزيت في الأول.
هنضيف عليها كده يعني كام كبشة من الشوربة على حسب الطاجن عندك قد ايه. الطاجن اللي عندي ده يا جماعة يكفي مثلا 5 أفراد أو 6 أفراد. خلاص، فأنا لازم أغطي الطاجن بالشوربة لأن أنا عايزة الخضار يبقى فيه شوربة. لما نيجي ناكل مثلا بالرز ولا حاجة يبقى فيه حاجة ناكلها جوسي، يعني فيها شوربة، تمام، فيها تسبيكة، فيها تخديعة. لو انت عايزة الطاجن ناشف وهتاكليه بالعيش، لا ما تكتريش في الشوربة. تمام يا جماعة، ممكن مثلا تضيفي بس كبشتين من الشوربة، لكن انا غطيته علشان انا عايزة لما اجي اغرف الاقي تسبيكة للرز. خلاص، احنا بناكل دايما الخضار واللحمة يا جماعة معاهم الرز، خلينا متفقين احنا الشعب المصري كلنا كده. قعدت بقى في الفرن معانا كده قيمة ربع ساعة بالكتير جدا، عايزة تفتحي عليها الشواية يبقى بصي الطاجن معاكي عظمة. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا بقول لكم جربوا. تعالوا بقى الوصفة اللي بعد كده. انا معايا كمية من اللحمة المفرومة انا كنت مفرزاها. تمام، هنعمل حاجة حلوة جدا جدا وسهلة وسريعة واسهل كمان من الوصفة اللي قبل دي. انا معايا طاسة على النار عالية، وهضيف عليها كمية من الزيت وكمية من السمنة، الاتنين يكونوا متوازنين مع بعض. انا هحمر كمية من اللسان العصفور، بس انا مش هستخدم الكمية دي كلها في الوصفة بتاعت النهاردة. ليه؟ أنا لما باجي أعمل مثلا مبكبكة لسان عصفور زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي واللي احنا بنعملها دلوقتي، بفضل أحمر فيها يعني شوية حلوين من 8 دقايق ل 10 دقايق. أنا ما بسيبهاش على النار خالص طول ما أنا واقفة على النار، أو طول ما أنا واقفة على البوتاجاز، عشان في ناس بيقولوا لي لا ما تقوليش الكلمة دي. خلاص يا جماعة، طول ما أنا واقفة على البوتاجاز بفضل أقلب فيها إيدي في اللسان العصفور. فأنا بستغل الموقف يا جماعة، مثلا بدل ما أعمل نص كيلو لسان عصفور بعمل كيلو او كيلو ونص. بستخدم الكمية اللي انا بستخدمها للاكل بقى، سواء نص كيلو او كيلو او كيلو الا ربع، والباقي مثلا بحطه في علبة في التلاجة. اعمل منه مثلا شوربة لسان عصفور، ارجع مثلا اعيد واعمل طاجن صغير لسان عصفور. فاهمين قصدي؟ فانا بستغل الموقف وبستغل ان انا واقفة كده كده في المطبخ بحمص اللسان عصفور. تمام. في ناس كتيرة جدا بتحمص لسان العصفور بدون اي دهون، بصراحة يا جماعة بيبقى طعمه يعني نشا قوي، بيبقى طعم النشا فيه عالي جدا جدا، طعم النشويات فيه بيبقى عالي جدا جدا، ما بيبقاش يعني انت بتاكلي حاجة طرية. فاهمين قصدي؟ بيبقى الموضوع صعب شوية. الناحية التانية بقى انا عندي ايه؟ انا عاملة كيس صلصة انا مفرزاها وعليها شوربة عادي جدا جدا. هنزل بكمية اللسان العصفور اللي حضراتكم شايفينها دي. سهل الموضوع وبسيط جدا جدا. انا ما ضفتش اي حاجة غير شوربة، عندي شوربة في الفريزر، كيس شوربة وكيس طماطم من اللي احنا فرزناها اللي هي الصلصة يا جماعة. خلاص، اخدت نص كمية اللسان عصفور، وزي ما حضراتكم شايفين كده في فراغ كبير فوق، يعني لسان العصفور مش باين، لازم يكون في الشوربة اعلى من اللسان العصفور، عشان احنا ما بنعملش طاجن يا جماعة، احنا بنعمل مبكبكة. خلاص، وعلى نار عالية هنقلبه تقليبة واحدة مش اكتر من كده. واول لما نغطي عليه هنهدي النار عليه تماما تماما، شمعة كده بالظبط. خلاص، نيجي بقى لباقي الوصفة. هنعمل ايه؟ معايا معلقة سمنة، ومعايا كمان معلقة من الزيت، اي نوع زيت نباتي انت بتفضليه. خلاص، اول لما يسيح ويفك معانا كده، معايا طبق من الكفتة. الكفتة دي انا كنت مفرزاها وسبتها كده ايه تفك مع نفسها. كفتة كور بقى، صوابع، على شكل برجر، زي ما انتوا عايزين. عايزين طريقة الكفتة يا جماعة في الفيديو بعد ده على طول، يعني الوصفة بعد الوصفة دي على طول هتلاقوا وصفة الكفتة. وطبعا اي كفتة انتوا بتعملوها في البيت هتنفع معاكم طبعا، بس اهم حاجة الكفتة ما تكونش بتفك منكم. خلاص، اعملوها بالمظبوط واعملوها صح علشان خاطر ما تفكش منكم وانتوا بتحمروا. واول حاجة يا جماعة لازم تاخدوا بالكم منها، ان انتوا لما تيجوا مثلا تجيبوا الطاسة والدهون خلاص سخنت معانا، زي ما حضراتكم شايفين، علشان هتضيفوا الكفتة في مكان تاني او هتضيفوه على حاجة تانية، مش هتاكلوها دايركت كده على طول. اول لما تحمصوها هتعملوا ايه؟ هتسيبوا الكفتة كده قيمة مثلا 5 6 ثواني كده، تشد شوية كده من على النار، وبعد كده هنحركها بالطاسة، مش هنحركها بالمعلقة زي ما انا بعمل دلوقتي. تمام، اول حاجة حركتها بالطاسة، في كفتة اتقلبت وفي كفتة لا، فاللي ما اتقلبتش انا هقلبها كده بشويش خالص خالص بالمعلقة، معلقة تكون سيليكون مش معلقة حديد عشان ما تلزقش فيها وما تلزقش في الطاسة. تمام، ودي انسب واسهل واسرع طريقة ان انت تعملي بيها كفتة. خلاص، هتقولي لي طيب يا هالة ما نضيف الكفتة على طول على
على لسان العصفور من فوق لا يا جماعة، كده الكفتة هتبشلن. عارفين يعني ايه تبشلن يا جماعة؟ يعني هتبقى مميمية، تيجي تاكليها كده هتدوب كده على طول، او ممكن كمان وانتي بتغرفيها تلاقيها ساحت مع نفسها كده، مش هيبقى الطعم ولا الشكل اللي انت عايزاه. خلاص لما بتيجي تديها صدمة على النار الكفتة، اولا دي كفتة اقتصادية جدا جدا يا جماعة، يكاد يكون اللي في الطاسة دول كلهم من ربع كيلو كفتة، ربع كيلو لحمة مفرومة معذرة. تمام. تمام. طيب هنفضل نقلب فيها كده اول لما تاخد صدمه يمين وشمال يمين وشمال زي ما حضراتكم شايفين. احنا بنحرك الطاسه بس ما بنحركش الكفته بالمعلقه. خلاص انا الكفته الصغيره اللي هي الكور الصغيره دي يا جماعه زي اللي احنا بنعملها كده في كفته داوود باشا، انا هشيلها اول لما الاقيها كلها اخدت لون معايا، اول لما الاقيها من الجوانب كلها اخدت لون معايا هنشيلها على طول من على النار. وهكذا بقى الكفته الصوابع اللي حضراتكم شايفينها. وعلى فكره دي اكله اقتصاديه جدا جدا، كل حاجه من البيت. وانا زي ما قلت لكم يا جماعه كل اللي في الطاسه دول يعتبروا مثلا من ربع كيلو لحمه مفرومه. الموضوع سهل والموضوع بسيط ما فيهوش اي افتكاسات. ممكن تعملوا بكيلو لحمه، بنص كيلو، باتنين كيلو، على حسب ما انتوا عايزين. وكمان لو عندكم عزومة ممكن تعملوه كطبق جانبي جنب الحاجات اللي انتوا هتعملوها، او طبق اساسي ما فيهوش اي مشكلة، لان هي اكلة سريعة جدا جدا. لسان العصفور كده كده يا جماعة مش هياخد معاكم وقت. يعني لو عندكم عزومة ولا حاجة وعايزين تعملوا لسان عصفور وتجهزوا، ممكن تجهزوه قبلها مثلا بيومين ثلاثة ولا حاجة وتحطوه في علبة في التلاجة. بمدة الصلاحية بتاعته في التلاجة شهر كامل، شهر وعلى ضمانتي، ويمكن اكتر كمان. يعني الموضوع سهل وبسيط. وتجهزوا بقى الحاجات التانية في 5 دقايق كده وانتوا واقفين في المطبخ. انا هكمل كمية اللحمة المفرومة او الكفتة اللي احنا عاملينها مع بعض. على فكرة ريحتها خطيرة، ريحتها رهيبة، زي الكفتة اللي بتتعمل عند الحاتي بالظبط يا جماعة. التكنيك بتاعها سهل وبسيط، مكوناتها كلها من البيت، شوية بصل، شوية يعني قرنين 3 فلفل كده. عايزين تزودوها بقى بالحاجات التانية انتوا راحتكم، كل حاجة تحت ايديكم وانا بديكم اختيارات، وانتوا شوفوا انتوا اللي يناسبكم ايه. تمام. خلاص خلصنا كده الكفتة، واللسان العصفور عندنا بكبك شوية كده على النار، ما كملناش 5 دقايق واحنا بنحمر الكفتة. هنقلب لسان العصفور كده تقليبة، وهو تقريبا كده خلاص استوى. يعني هو ما بياخدش دقيقتين 3 على النار مع التسبيكة يا جماعة، او مع التخديعة اللي احنا عملناها. هننزل بكل كمية الكفتة فوق لسان عصفور. بصوا مش عايزة اقول لكم دي احلى مليون مرة من الفراخ واللحمة العادية. انا عايزة اقول لكم ان الطبق ده عالمي. هنهدي عليه النار دقيقتين مش اكتر ولا اقل يا جماعة، الكفتة مش هتاخد معانا وقت خالص. وبعد كده بقى هنغرفها. انا عايزه اوريكم بس الجمال والعظمه عامله ازاي. والله يا جماعه احسن مبكبكه ممكن تعملوها في حياتكم. طبعا انا عارفه احنا دخلنا بقى على التقيل، الكحك والبسكوت والبيتيفور والحاجات دي كلها، وكل البيوت المصريه بتعمل كل حاجه في البيت، وانا واثقه متاكده. فالاكله دي هتنجز معاكم، مش هتاخد معاكم ربع ساعه بالظبط هتكون جاهزه. واحسن ما فيها بقى ان هي كلها اقتصاديه على بعضها كده، كلها اقتصاديه. واحنا فرزنا مع بعض قبل كده الكفتة يا جماعة، عملنا من كيلو لحمة مفرومة 2 كيلو كفتة، عملناها ب3 طرق مختلفة. خلاص. ولو انتم ما كنتوش شفتوا الفيديو هسيبه لكم تحت ان شاء الله في صندوق الوصف. وبألف هنا وشفا. شايفين بقى الوصفة حلوة ازاي وشكل الاكل تحفة ازاي. انا عايزاكم تجربوا كل حاجة يا جماعة انا بعملها، والله سهلة وسريعة وسلسة وطعمها تحفة. وبصوا لسان العصفور مستوي مليون في المية. هوريكم دلوقتي الشكل عامل ازاي علشان تتأكدوا بس. بصوا يا جماعة الكفتة من جوه هتبقى عاملة ازاي، تحفة 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 تحفة. يعني بصوا مهروسة هرس جميلة. تعالوا بقى للوصفة اللي بعد كده ممكن تعملوا بيها الوصفة دي. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. تمام. هي كانت في الفريزر يا جماعة وجامدة شوية، بس معلش هنشتغل بيها. سهلة وبسيطة، كل اللي هنشتغل بيه ربع كيلو لحمة مفرومة. الوصفة كلها على بعضها كده ربع كيلو. بصراحة أنا كنت عاملة وصفتين أو 3 وصفات يومها، بس أنا حبيت أصور كل ربع كيلو لوحده. أنا معايا رغيفين من العيش الفينو كانوا عندي في الفريزر. أنا ما برميش أي عيش عندي خالص يا جماعة، بستفاد منه. بس أنا شلت منه القشرة اللي هي بتبقى ذهبي شوية دي علشان مش هتفيدني. هي بتبقى إيه ما بتبقاش محببة شوية. معايا حزمة من البقدونس، معايا بصلتين صغيرين، معايا قرن فلفل، بس كده. دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها، مش اكتر ولا اقل، كل حاجة في البيت. هتقولي لي هلا ما عندناش عيش فينو. لو عندك العيش السوري
لو عندك مثلا البديل بتاعهم ايه يا جماعه، لو انتوا عايزين تزودوا الكفته، الفول الصويا. على كل ربع كيلو او كل نص كيلو فول صويا عليه نص كوبايه من على كل نص كيلو من اللحمه المفرومه، معذره انا اسفه يا جماعه، انا بسجل لكم وانا لسه صايمه. على كل نص كيلو من اللحمة المفرومة هنضيف عليه نص كوباية من فول الصويا. هنضيف عليه كده مية مغلية، ونسيبه قيمة ربع ساعة، وبعد كده نصفيه ونفرمه مع البصل والمكونات اللي حضراتكم شايفينها، وبعد كده بقى نصفيه. تمام. تمام، خلاص كده خلصنا كل المكونات، فرمنا كل حاجة في الكبة. احنا فرمنا ايه دلوقتي؟ فرمنا البصل والفلفل الاخضر والعيش مع بعض. بعد كده بقى هفرم الخضرة في الكبة. تمام. الخضرة يا جماعة اسهل حاجة ممكن تخرطي بيها الخضرة الكبة. حتى لو انت بتعملي محشي، اقسمي الخضرة زي ما انا عملت كده، وهتشوفي الخضرة، بصوا سحر. سحر يا جماعة. انا دايما كنت بتعور في ايدي من السكينة لما باجي اقطع الخضرة قطع صغيرة، لكن الكبة بتريح، والله بتريح. يعني ان شاء الله يبقى عندكم كلكم كبة وتعملوها كده. خلاص، عندك بقى نسبة دهون ضيفي، مش عندك خلاص. انا هضيف ايه بقى يا جماعة؟ نص معلقة من كل حاجة او ربع معلقة من كل حاجة. ملح، فلفل اسود، بيكنج باودر، بهارات لحمة، بس كده، مش اكتر ولا اقل. بهارات بسيطة علشان احنا عندنا ربع كيلو لحمة، مش اكتر، ومش عايزة الحاجة تبقى حادقة. انا عايزة الحاجة يا جماعة تبقى معايا طعمها حلو، ما يبقاش طعم البهارات. ودايما اقول لكم كده، ما تكتروش بهارات يا جماعة. انا بشوف ناس بتحط بالمعلقة بهارات وتقول لا طالما مش عليها ملح انا عايزة الحاجة تبقى مبهرة. لا، احنا عايزين ندوق الحاجة حلوة بطعمها، يكون طعمها حلو، ما يكونش يلا احنا بناكل حاجة بالبهارات. لا. خلاص كده هنفضل نعجن فيها، نعجن في المكونات كلها لغاية لما نلاقيها كده مطلعة نسايل معانا، كأننا عاملين ايه؟ فارمين صدور فراخ. فاهمين قصدي طبعا. هنسيبها بقى في التلاجة كده، تقعد كده 5 دقايق 10 دقايق لغاية لما نخلص اللي عندنا. أنا عندي بواقي بطاطس، أنا كنت محفرة بطاطس علشان عاملة بطاطس باللحمة المفرومة، يعني حشيها لحمة مفرومة. وعندي كمان قطع من البطاطس، أنا مقطعة بطاطسيتين بصراحة. خلاص، ومعايا كمان كمية من البصل. دي لوحدها وجبة يا جماعة. معايا كوباية من الطماطم المفرومة في الخلاط. وهنضيف بقى يا جماعة ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، وهو ده هيبقى الحياء بتاعنا. عايزة تضيفي بقى شوية بهارات زي الشطة مثلا، هريسة شطة، اي حاجة عايزين تضيفوها، مثلا عايزين تحطوا كوسة، عايزين تحطوا جزر، زي ما انتوا عايزين. بس انا عايزة قبل ما تضيفوا اي اضافات يا جماعة، عايزة اقول لكم على حاجة. تسوية البطاطس والبصل مع اللحمة المفرومة هتبقى ممتازة. تمام، خصوصا ان البطاطس عندي انا مش مقطعاها قطع كبيره، لا هي قطع صغيره ورفيعه، يعني في نفس سوى اللحمه المفرومه بالظبط، او الكفته اللي احنا هنعملها دلوقتي بالظبط. هنقلب كل المكونات الجميله دي، وانا ضفت كده قيمه معلقه من الزيت علشان خاطر بس البطاطس ما تلزقش عندي في الصينيه. واحسن حاجه واحسن سوى ممكن تسووا بيه اي حاجه في الفرن يا جماعه، الصواني الالومنيوم. تمام، مع احترامي للصواني البايركس طبعا 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 يعني. بس الصواني الالومنيوم ما بنبقاش قلقانين ان هي ممكن تفرقع في اي وقت، او نخرجها كده، او ايدينا تفلت مننا. حتى لو ايدينا فلتت مننا يا جماعه، او حرقتنا، او حصل حاجه، يعني ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه وحشه. بس الصواني الالومنيوم بالنسبه لي امان، بصراحه بالنسبه لي امان في كل حاجه، سواء في حلويات او في حوادق او في طواجن، اي حاجه اي حاجه. هنصبع بقى الكفته زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. حجم صباع الكفته يا جماعه ما شاء الله كبير، لان احنا زودنا عليه اضافات يعني كلها من البيت، ما فيهاش اي مشكله. الصينيه دي لوحدها يا جماعه تكفي اسره كامله. هندخلها الفرن، هتقعد معانا نص ساعه، على حسب بقى البطاطس هتستوي امتى والكفتة، وهتطلع معانا على حسب درجة حرارة الفرن عندنا. بس انا حطيتها على درجة حرارة 200 في الفرن. طلعت معايا بالشكل الجميل ده. انا بتمنى منكم يا جماعة تجربوا الوصفة دي، هتنفعكم جدا جدا، خصوصا بقى لما تبقى أسرة صغيرة كده. وانا زي ما قلت لكم يا جماعة، احنا داخلين على الكحك والبسكوت يعني بصوا، العشرة الاواخر بتوع رمضان دول ما ينفعش يا جماعة نستهبل فيهم ابدا، لازم نركز بقى، ما نقفش طول النهار في المطبخ. خلاص احنا ضيعنا كتير جدا. شايفين الكفته عامله ازاي؟ جميله جدا وريحتها وطعمها خطير. انا عندي الصينيه دي يا جماعه بناكلها بالعيش، العيش البلدي بتاعنا الجميل الحلو ده، معاها سلطه خضراء او معاها مخلل من بتاعنا، وبالف هنا وشفا. تعالوا بقى للوصفه اللي بعد دي، ودي اخر وصفه النهارده. معايا اللحمه بتاعتنا الحلوه اللي احنا بنقطعها، اللي انتوا بتقولوا عليها ايه بقى يا جماعه؟
انتوا بتقولوا عليها بفتيك، لحمة البفتيك، احنا بنقول عليها لحمة السن، وهي بتيجي كده على بعضها واحنا بنقطعها شرايح. لكن المرة دي يا جماعة هي جاية لي كده شرايح على اساس ان احنا نعملها لحمة مشوية. خلاص، هي الواحدة كده بيبقى على بعضها طويلة. الطويلة دي انا مش هينفع اشتغل بيها على النار عندي، انا هقسمها كده زي ما حضراتكم شايفين بالسكينة. يعني لو لقيت واحدة صغيرة هسيبها في حالها زي ما هي. لو لقيت واحدة طويلة كده، هي طبعا بتبقى صغيرة وطالعة كده كأنها ايه، رسمة مصر بالظبط، كأنها رسمة على الخريطة كده. خلاص، فبقطعها بقى القطع على حسب ما انا عايزاها. عايزة تسيبيها زي ما هي كده، انت وراحتك يا ست الكل. هنخلص كل الكمية كده، وهنجيب بقى لو عندنا قطعة كده تخينة شوية مش هتستوي زي اللي على الطرف، هندق عليها كده بالمدقة او اي حاجة عندك دقي عليها. تمام، هنخلص كل الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي، وهنجيب بقى نرص كده طبق او صينية عندنا، وهنرص فيها كده كلها جنب بعضها، بس مش هنحطها كلها يا جماعة. يعني هنرص رصة كده على قد الطبق، وبعد كده هنرش عليها رشة ملح صغيرة جدا ورشة فلفل اسود، بس كده. انا مش عايزة الحياء اكتر من كده، يعني شايفين ربع معلقة صغيرة فلفل اسود على كل وش من اللحمة. خلاص يا جماعة، وهتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل فيها ايه. على فكرة اللحمة دي يا جماعة، انا كنت هقول الفراخ معذرة. اللحمة دي يا جماعة سهلة جدا، وبتبقى ناعمة جدا وطرية، ويعني من أحسن قطع اللحوم اللي ممكن تعمليها في البيت كمان. مش شرط ان انت تشويها، يعني انت قولي للجزار ان انت عايزاها للشوي، مش عايزاها للتحمير اللي هو في الزيت اللي احنا بنعملها طبعا في الزيت. لا، انا مش عايزاها للزيت، قولي له انا عايزاها للشوي، هديكي احسن حتة لحمة عنده. لحمة بتبقى طرية جدا جدا، ما بتقعدش 5 دقايق على النار. بص، وش وظهري كده على النار يا دوب بس بتشم النار وتستوي. لحمة من الأنواع اللي هي بتبقى طرية جدا يا جماعة، جوسي وناعمة، وتعملي بيها كل حاجة. النهاردة هنعمل بيها وصفة حلوة جدا جدا هتعجبكم. خليكم معايا بس، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الوصفات بتاعت النهاردة سهلة وسلسة وسريعة جدا. انا معايا بقى طاسه على النار، اي نوع جريل عندك بقى، لو ما عندكيش جريل يبقى طاسه. انا عندي الجريل ده اللي بيبقى مقفول اتنين فوق بعضه، انا فكيته من بعضه يا جماعه علشان انا ما بستخدمهوش وهو مقفول كده، غير قليل جدا جدا، وبركبه عادي. انا بفكه كده وبستخدم اللي هي القطعه اللي بتبقى ناعمه شويه دي. هضيف عليه بقى مكعبين من الزبده، تقريبا 100 جرام من الزبده، وعليهم كمان معلقتين من الزيت النباتي الكويس، ما يكونش ليه ريحه يا جماعه. وهنرص كده في الصينيه جنب بعضها اللحمه زي ما حضراتكم شايفين، كأنكم بتشووا اللحمه، بس بدل بقى ما نشويها على الفحم، خلاص هنشويها في الجريل. سهله وبسيطه، تاخد بس لون كده وتحميصه بسيطه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. الموضوع سهل يا جماعه، والموضوع بصوا انا عايزه اقول لكم، الطاجن ده او الصينيه دي من اجمل الصواني بتاعه اللحمه اللي ممكن تعملوها في حياتكم. انسوا اي حاجة ممكن تعملوا بيها اللحمة دي غير الطريقة دي. يعني الطريقة دي حقيقي حقيقي لو مش جربتوها قبل كده جربوها. تمام، خلاص. طيب، اول لما اللحمه تكش عندنا كده هنعمل ايه؟ هنجيبها كده على جنب وننزل بقى اللحمه اللي لسه ما استوتش. تقولي لي يا هلا، انت دايما تقولي الطاسه لازم نشيل منها كل حاجه. لا يا جماعه، مش في الموضوع ده، لان احنا هنستخدم الدهون اللي تحت اللحوم دي في حاجه تانية. خلاص، وهنفضل نقلب كده يمين وشمال. انا عايزه بس اللحمه تاخد صدمه علشان ما تكونش ناشفه معانا، انا عايزاها تكون طريه من جوه وفي نفس الوقت تكون مستويه. مش عايزه، وما تخافوش يا جماعه، اللي قدامكم ده مش دم، ده كل البروتين بتاع اللحمه. يعني مش حاجه وحشه ولا حاجه، ما تقرفوش، لا دي البروتين بتاع اللحمه. اتفقنا يا جماعه؟ قولوا اتفقنا. وكل سنه وانتم طيبين. انا عارفه يا جماعه ان احنا كلنا داخلين على منعطف تاريخي، كل البيوت المصريه هنشم فيها ريحه الكحك والبسكوت. كل سنه وانتم طيبين. تابعوا بقى القناه علشان تشوفوا المقادير المظبوطه للكحك والبسكوت والحاجات الجميله اللي احنا بنعملها كل سنه. شايفين اللحمة يا جماعة بقى لونها عامل ازاي؟ بصراحة تتاكل كده بدون اي اضافات تانية. يعني انت ممكن كده تجيبي رغيف العيش وخلاص وشوية الطحينة والسلطة، وكل سنة وانتم طيبين. لكن لا بقى، ما ينفعش، ما ينفعش خالص يا جماعة، لازم نعمل فيها كده شوية حركات وتريكات علشان تكفي الجيش اللي عندنا ده كله. بألف هنا وشفا. هنقلب كده يمين وشمال لغاية لما نتأكد ان كل كمية اللحمة عندنا
يعني تقريبا كده يا جماعة استوت نص سوا. هنخلص كل الكمية بتاعة اللحمة اللي عندنا، سواء بقى هتعملوا نص كيلو، كيلو، اي كمية انتوا عايزينها على حسب طبعا العدد اللي هياكل، بألف هنا وشفا. وبعد كده بقى خلصنا كل الكلام الجميل ده، وفي نفس الجريلا الحلوة هننزل بقى بأربع بصلات كبار متقطعين جوليان زي ما حضراتكم شايفين، او متقطعين شرايح يا جماعة. بنجيب البصلاية كده نقسمها نصين بالسكينة، وبعد كده نقطعها كده ايه قطع متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة، زي ما حضراتكم شايفين. وهنفردها في كل الجريل زي ما حضراتكم شايفين عشان تاخد من الطعم والتتبيلة بتاعة اللحمة. انتوا مش متخيلين الطعم عامل ازاي، مش متخيلين الريحة في البيت عاملة ازاي، كأني بشوي لحمة بالظبط. بالظبط يا جماعة، يعني هتلمي العمارة وهتلمي الشارع والناس كلها هتشم ريحة الأكل. خلاص واحنا صايمين كده هتفطري الناس على ريحة أكلك يا ست الكل، بألف هنا وشفا. هنفضل نقلب فيه كده لغاية لما نتأكد ان البصل كله دبل معايا. انا عايزة كمية البصل دي كلها تشرب من العصارة بتاعة اللحمة يا جماعة، وده المطلوب. يعني الطاجن كله متوقف على هذه الخطوة. خلاص هنخلص كده يا جماعة؟ لا لسه ما خلصناش، نفضل نقلب نقلب لغاية لما ياخد لون بني جميل جدا، ونسيبه يدبل على النار كده قيمة مثلا 3 4 دقايق، ونجهز الخضار عندنا. انا هستخدم النهارده بطاطس بس يا جماعة، وزي ما قلت لكم قبل كده في الطواجن اللي قبل كده عندكم خيارات كتيرة جدا. انا استخدمت هنا 4 بطاطسيات، يعني تقريبا نص كيلو بطاطس كده ولا حاجة، او يمكن كيلو الا ربع. خلاص انا بس يعني بتعامل بالبركة يا جماعة، ما بوزنش البطاطس قبل ما بستخدمها. خلاص معايا كده طماطميتين قطعتهم كده شرايح، وبعد كده برضو معايا قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، والفلفل الاحمر لسه موجود في السوق يا جماعه. هنضيف عليهم ايه نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود. ومعايا كمان يا جماعه بهارات اللحمه، حاجه بسيطه جدا جدا، مش حاجه كتيره ولا حاجه. هنقلب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه. يعني الطبق فضل يا جماعه كده ايه مغلبني شويه وبس، بعد كده ايه هنقله بقى الطاجن بتاعه اللي احنا هنستخدمه على طول في الطبخه. خلاص انا ما قلبتوش كويس جدا عشان تكونوا عارفين، يعني هنا الطبق طلع ضيق كده. وخلصنا كل كمية اللحمة اللي عندنا، هنجيب الطاجن اللي احنا هنرص فيه مكونات الطبق الجميل بتاعنا ده، او الطاجن البايركس بقى، الطاجن الالومنيوم، اي حاجه اي حاجه. بس لو انتوا يا جماعه عندكم عزومه اعملوا في الطاجن البايركس زي ده، هينفعكم جدا جدا. خلاص هنجيب كميه البصل الجميله دي بقى، هناخد كده فرشه صغيره في الطاجن من تحت. يعني يبقى اول حاجه هنرصها في الطاجن شويه من البصل اللي احنا كرملناه مع الصوص بتاع اللحمه. خلاص وبعد كده بقى هنرص الفلفل والبطاطس والطماطم، وهكذا بقى يا جماعة. وبعد كده هنرص كمية من اللحمة، يعني هنرص اللحمة كده بالطول جنب بعضها. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل وبسيط، وعلى فكرة بتطلع النتيجة خطيرة. ده ممكن يكون أجمل طاجن تعملوه في حياتكم، طاجن لحمة حقيقي. طاجن اللحمة ده عندنا يعني بصوا مقدس عندي في العيلة، أنا بعمله دايما كده يا جماعة. وبعمل معاه كمان السلطة اللي هي الويسك الحلال، هتشوفوها دلوقتي أول مية السلطة. يعني حاجة خرافة، عمركم في حياتكم ما هتدوقوا أجمل ولا أحسن من دي سلطة. والله بتطلب مني كده يا جماعة، بعملها كده للناس عادي، يعني ما عنديش أي مشكلة. أي حد احنا بنشوي لحمة ممكن تعمل لنا سلطة، أعملها لكم عادي يا جماعة، ما فيش أي مشكلة، الناس لبعضها برضو. خلاص هنرص بقى ايه طبق طبقة من البصل، وبعدين البطاطس، وبعدين اخر طبقة بقى كمان اهو من البصل عندنا. دي اخر شوية من البصل عندنا، خلاص كده علشان يبقى ايه الطبقات متساوية وكلها شكلها حلو. خلاص الطاجن ده يا جماعة كان عندي عزومة فعملته، يعني جنب اطباق تانية، مش يعني ما كانش طبق اساسي ولا حاجة، هو كان حاجة جنب حاجات تانية. خلاص فانا بصور لكم الحاجات يعني ايه واحدة واحدة كده، واحدة واحدة، عشان ايه تستوعبوا الدنيا معايا، لان موضوع العزومات ده يا جماعة بيبقى فيه لخبطة. انا بشوف فيديوهات كتيرة، يعني عادي، يعني انا بعترف اهو بيبقى فيها لخبطة. تحسي إن أنتِ داخلة في حلة محشي، ومرة واحدة طلعتِ على رز بالخلطة، وطلعتِ من ديك رومي على حمام على لأ أنا ما باحبش كده، أنا باحب النظام، باحب الترتيب، باحب الفيديو يبقى من أوله لآخره وصفة واحدة بس، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي.
خلاص النهارده مجموعة وصفات من اللحوم. خلاص وهينزل لكم كمان مجموعة وصفات من الفراخ ان شاء الله بأمر الله. هننزل بقى بالصوص بتاع اللحمة. كده خلصنا الطبقات بتاعتنا الجميلة. عندك بقى ورق ألمونيوم عايزة تحطيه، بس بلاش مباشر يا جماعة لو عندكم الورق اللي هو الزبدة. لو ما عندكيش ورق زبدة ولا ورق ألمونيوم، هاتي غطا حلة حلو كده وغطي عليه ودخليه الفرن. هيبقى معاكي شغال وجميل وهيبقى طعمه تحفة يا جماعة. خلاص. شايفين الطاجن بيتحدث عن نفسه والله يا جماعة. الشكل كده خطير، عايز يتاكل كده ني من غير اي حاجة. بس انا كهالة لازم ادي التاتش بتاعي. السمنة البلدي لازم تدخل معايا. يعني في الصلح ده كله لازم نتصالح بمعلقة سمنة بلدي. ننزل عليها بمعلقة سمنة بلدي كده علشان يبقى شكلها وطعمها تحفة. انا عندي هنا ورق الورق الزبدة بتاعي الابيض الحلو ده. فانا هقصه على قد الطاجن بالظبط علشان خاطر كده مش هينفع، ممكن يتحرق عندي في الفرن. فانا مش عايزه الحاجات دي يا جماعه. هجيب المقص كده واقص من الجنب. عادي جدا جدا يا جماعه. اشتغلوا كده زي ما انا بشتغل على طول كاني بقص مثلا باترون ولا حاجه. خلاص. وهنجيب بقى الورق الالومنيوم بتاعنا العادي ونغطي على الجمال ده كله علشان نحبس الحراره. والبطاطس تستوي بسرعة وكمان اللحمة تاخد السوا بتاعها المظبوط. لان هي مش مستوية قوي يا جماعة. خلاص. هنقفل كده على الطاجن. وطبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 200 مش 180 خالص. انا ما بعملش كيكة. انا بعمل ايه لحوم. اي لحوم عندكم يا جماعة على درجة الحرارة الفرن لازم تكون 200. وبس انا هشغله في الرف الوسطاني، يعني انا هحط الطاجن في الرف الوسطاني. تعالوا بقى نعمل اجمل سلطة حياتي ممكن تعملوها في حياتكم. مكوناتها سهلة وبسيطة. امشي على الخطوات هتريحك جدا جدا وهتعمليها في اي حاجة. طب تصدقوا يا جماعة انا بعملها مع الكفتة العادية، الكفتة المشوية. مع اي حاجة مشوية، فراخ مشوية لان انا بحبها. عندي قرن شطة كده كبير حلو هنقطع كل حاجة طرنشات. طبعا احنا متفقين ان سلطة الحياتي بتبقى يا دوب بس يقطع الطماطمايه كده اربع تربع والفلفلايه تقريبا محطوطة كده ايه متقطعة اتنين وخلاص على كده. لكن احنا ناس يعني عايزين نعمل كده الحاجة بذمة وضمير. الخيارة كمان هنقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده بالنص وهنقطعها تقطيعة برضو مش كبيرة. يعني انا مش عايزة الحاجة تبقى كبيرة قوي قوي ولا صغيرة قوي. انا عايزة حاجة تبقى متوسطة نيجي ناكلها تدخل بقنا. ما نفتحش بقنا على الاخر كده واحنا بناكل. فاهمين قصدي طبعا. طيب مكونات السلطة ايه هي اللي عمالة ترغي كتير؟ انا عارفة ان انا برغي كتير يا جماعة. معايا خيارتين، معايا بصلتين، معايا فلفل شطة، ومعايا فلفل بارد. ده كل اللي انا هقطعه. انا بوريكم يا جماعة الحاجات مختلفة مش جنب بعضها. يعني قطعت الفلفل والطماطم والخيار والبصل. انا هقطعهم التقطيعة دي هخلصهم واوريكم بقى. كده خلصت كل الكمية خلاص بعد ما قطعت الخضار. وهو ده الخضار دايما اللي بيبقى في سلطة الحاتي. هنضيف عليها ايه بقى؟ لتر من المية او لترين على حسب انتي هتعملي كمية قد ايه. بس انا لتر بالنسبة لي ده شوية صغيرين. خلاص. معايا المكونات الرئيسية ايه يا جماعة؟ معايا معلقة ملح كبيرة، معلقة ملح كبيرة، نص معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا كبيرة. خلاص. يبقى معلقة بابريكا كبيرة، معلقة ملح كبيرة، نص معلقة فلفل اسود، معلقة هريسة شطة. معلقة هريسة شطة ودي اساسية عندي. ما عندكيش هريسة شطة يبقى استخدمي الشطة السوداني اللي هي بتبقى مجروشة بتيجي من عند العطار مجروشة. هنستخدم ايه كمان؟ معلقتين صغيرين من الخل واربع ليمونات معصورين، يعني ربع كوباية من الليمون المعصور. عصير الليمون الصافي يا جماعة. تمام. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها تقليب مستمر كده لغاية لما نتأكد ان كل المكونات بتتقلب كويس. خلاص. وعلشان تاخدي طعم بتاع المطاعم الكبيرة لازم تزودي الليمون. خلاص. لازم تدوقوا طعم الحاجة ناقصة ايه زايدة ايه. بصوا انا قلت لكم ان المية عندي شوية مش هتبقى كتيرة. خلاص. وهزود كمان نص معلقة من الملح. ما تخافوش يا جماعة. انا دلوقتي كمية المية عندي لتر ونص. كل نص لتر هيحتاج نص معلقة من الملح. فأنا زودت معلقة ونص من الملح عشان أنا عملت لتر ونص من المية. خلاص. كده خلصنا كده كل مكونات السلطة. هنسيبها كده في التلاجة لغاية لما اللحمة عندنا تستوي ونشوف الجمال والعظمة. شايفين اللحمة عاملة ازاي يا جماعة؟ تحفة تحفة تحفة. كل حاجة دايبة. البطاطس دايبة والبصل واللحمة حاجة كده جميلة جميلة عظمة. وعلى فكرة الطاجن ده ما بياخدش معانا اي وقت خالص خالص. وطعمه فوق الخيال واحسن من بتاع المطاعم مليون مرة. بتمنى منكم يا جماعة تجربوه. ما تكسفونيش بقى. جربوا الطاجن وقولوا لي رأيكم فيه.
شايفين الجمال؟ ويا سلام بقى على السلطة اللي احنا عملناها الحلوة دي، لو عايزين بقى تعملوا معاها سلطة طحينة اعملوا. انا الطاجن ده عندي بقى يتاكل بالرز، يتاكل بالعيش، بس احسن واوفر واسرع حاجة العيش البلدي، العيش البلدي بتاعنا يا جماعة. شايفين بقى السلطة عاملة ازاي؟ تحفة، وطعمها خطير، طعمها فوق الخيال. انا بتمنى منكم بقى تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين. وصفة سهلة، ووصفات النهاردة كلها سهلة، من لحوم مختلفة وقطعيات مختلفة. عملنا اللحمة المفرومة، وعملنا اللحمة القطع، وعملنا كمان اللحمة بتاعتنا اللي احنا بنعملها للحمة المشوية العادية جدا. اي نوع بقى، فليتو، زي ما انتوا عايزين يا جماعة، زي ما انتوا عايزين اللحمة اللي تحبوها. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا يا رب. وبتمنى منكم يا جماعة، بتمنى منكم تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في الوصفات الجميلة بتاعة النهاردة. شايفين بقى البطاطس دايبة ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. يعني حاجة ما فيش أفخم من كده، والأكل يعني بألف هنا وشفا يا جماعة.